بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله بقى النهارده معانا فيديو جديد في سلسله كورس نيكست الادفانسد شويه، زي ما احنا متفقين ان احنا دلوقتي شغالين اصلا في شغل ادفانسد شويه، في شغل باك اند وكلام من ده كتير، وبدأنا الموضوع بتاعنا او المشروع بتاعنا يدخل في مراحل متطوره شويه. المشروع دلوقتي بقى بيتكلم مع الباك اند، بيبعت داتا للباك اند. وخدنا في الفيديو اللي فات تحديدا يعني ايه او ار ام، وايه فايدته، وازاي ان احنا عملنا او دمجناه او عملنا ليه انتجريشن مع البروجكت بتاعنا كفرونت اند. تمام. ودلوقتي بقى المفروض ان احنا نبدا ندخل على المرحله بقى الحاسمه بتاعتنا، واللي هي ان احنا نبدا نبعت داتا. بدل ما كانت الداتا عندنا بتتخزن في الاري، لا هي هتبدا دلوقتي تتخزن على داتا بيز اصلا موجوده عندنا، زي بس زي بريزما اللي احنا اصلا عملناها عندنا كبوست جريس اس كيو ال. ونبدا ان احنا نستخدمها بقى ان احنا نكلم الباك اند زي ما قلنا، نبعت له داتا، ناخد منه داتا، والكلام ده كله. يعني من الاخر احنا كل البروجكت او كل الداتا اللي احنا اصلا كنا عاملينها عندنا بتتخزن في اري على لوكال داتابيز عندنا على الجهاز، لا احنا دلوقتي هنبدا نحولها ان هي تتكلم مع السيرفرز داتابيز زي مثلا بريزما اللي احنا دلوقتي مستخدمينها. تمام. اوريدي احنا عملنا الانتجريشن في الفيديو اللي فات. النهارده بقى ان شاء الله نبدا نعمل اللوجيك، وازاي ان احنا نبدا نحول او ناخد او نغير بقى الكلام بتاع المشروع بتاعنا القديم اللي كان بيتكلم مع اللوكال داتابيز للبريزما داتابيز اللي احنا اصلا عملناها في الفيديو اللي فات. فنقول بسم الله ونبدا فيديو النهارده. زي ما احنا اتفقنا كده في الفيديو اللي فات، اللي احنا عملنا ايه في الفيديو اللي فات، مراجعه سريعه بس كده. عملنا حاجه اسمها بريزما. تمام. والبريزما ديت عملنا مايجريشنز، وبعتنا الشغل بتاعنا كاس كيو ال، وحولناه من شغل او من كود جافا سكريبت لاس كيو ال كود، علشان تبدا البريزما او الاو ار ام يفهمه، او يعني البريزما تفهمه او الداتابيز تفهمه. تمام. لان احنا عارفين طبعا ان اللغه بتاعت الداتابيز تمام سيكوال وماي سيكوال والكلام ده كله. تمام. فعشان طبعا زي ما احنا قلنا في الفيديو اللي فات، احنا عشان نحول شغل جافا سكريبت لسيكوال وماي سيكوال والكلام ده كله، فلازم شغل الاو ار ام ده. تمام. اللي هو الكوبري اللي بنستخدمه عشان يعمل التحويل ده. تمام. ده اللي احنا عملناه في الفيديو اللي فات. برضو من بعد الميجريشنز دي برضو احنا عملنا السكيما، وعملنا السكيما بتاعتنا. قلنا عباره عن ثلاثه موديلز. عندنا الكومنت، وعندنا البوست، وعندنا اليوزر. تمام. دولت الثلاثه موديلز اللي احنا عملناهم، او الثلاثه تيبلز بمعنى اوضح اللي احنا عملناهم. تمام. وبرضه رفعناهم عندنا على البريزما اونلاين او بريزما ستوديو. بقى عندنا جينا وشفنا التيست بتاعنا، جينا بص هنا في احنا فعلا عندنا ثلاثه تيبلز بتكريتين اللي هم اليوزر والبوست والكومنت. تمام. بص معانا هنا، نيجي نلاقي عندنا هنا البريزما كونفيج، وقلنا ان البريزما كونفيج دوت برضو كان معانا في مرحله الانتجريشن او الانستليشن اللي احنا عملناه. معاه بيجي فايل مهم جدا اللي هو دوت انف. الدوت انف دوت احنا بنحط فيه اليو ار ال او الداتابيز يو ار ال اللي احنا اصلا عملناه في مرحله الانتجريشن او مرحله الانستليشن من على بريزما ستوديو على الانترنت، وشرحنا كل ده في الفيديو اللي فات، وكل ده كان مهم جدا. تمام. من اول بقى النهارده هنبدا زي ما احنا قلنا نحول شغل اللوجيك بتاعنا، او نبدا ان احنا نشتغل اللوجيك بتاعنا بحيث ان احنا نغير اللوجيك او نغير الكلام بتاعنا. بدل ما كان اللوكال داتابيز يبدا يتكلم مع السيكوال داتابيز او الاونلاين داتابيز او البريزما ستوديو داتابيز اللي احنا اصلا عملناه. هنعمل ده ازاي؟ اول حاجه ايه اللي احنا عايزين نعمله اصلا؟ ان احنا عايزين نعمله زي ما احنا عارفين ان احنا نيجي هنا كده في السورس على الاب، عندنا في هنا كده في الاي بي اي، عندنا في حاجه اسمها روت دوت تي اس. دي في عندنا ايه؟ في عندنا جيت ميثود. المفروض ان جيت ميثود ديت هي بيجيب لنا كل البوستس اللي عندنا، يعني من الاخر ان هي بتعمل لنا جيت اول بوستس. تمام. وديت احنا قلنا هنا ان البوستس اللي بتجيبها ديت هي بتجيبها من اري اللي احنا اصلا مخزنينها عندنا. تمام. في لوكال داتابيز عندنا. طيب، والبوست ديت احنا قلنا ان احنا فيها بنبعت ايه؟ بنبعت التايتل وبنبعت البادي. وطبعا احنا قلنا ان الاي دي دوت بيتكريت زي ما احنا عملناه زي ما احنا شرحنا في الفيديو اللي احنا كنا شارحينه واحنا بنعمل الحاجات دي. تمام. بس المهم عندنا دلوقتي او الحاجات اللي احنا بنبعتها هي التايتل والبادي. بنبعتهم فين؟ بنبعتهم على برضو اللوكال داتابيز، يتخزن عندنا في اري، يتحط فيهم النيو بوست الجديد اللي احنا بنعمله في مرحله البوست او البوست ميثود. تمام. طبعا ده بقى احنا محتاجين نحوله، بدل ما كان بيتخزن في داتابيز او لوكال داتابيز، لا احنا محتاج نحول الشغل ده كله لبريزما ستوديو او اونلاين داتابيز. تمام.
طيب او سيرفر داتابيز. هنعمل ده ازاي؟ اول حاجه احنا بنحتاجها معانا هي حاجه اسمها بريزما كلاينت. بريزما كلاينت ديت هي اللي بنبدا، او هو الاوبجكت اللي بنبدا من خلاله ان احنا نبدا نستخدم ان ننقل الداتابيز بتاعتنا او الحاجات اللي احنا عايزين نبعتها او ناخدها او نتكلم بمعنى اصح مع البريزما ستوديو. تمام. فبنحتاج باكج اسمها بريزما كلاينت. بنعملها ازاي؟ تمام. وابدا ان انا اعمل لها انستول. اعمل لها انستول ازاي؟ هاجي هنا كده عندي على الموقع على الانترنت، وابدا ان انا اقول له هنا كده انا عايز اعمل انستليشن للبريزما كلاينت. تمام. فهاجي هنا كده اقول له ان انا عايز اعمل انستليشن للبريزما كلاينت. طبعا انا الموقع ده والموقع ده هسيبهم لكم في الديسكربشن بتاع الفيديو عشان دولت مهمين جدا في حل مشكله هتقابلنا قدام. تمام. لان في مشكله هتقابلنا دلوقتي واحنا شغالين، لازم هنحتاج الموقعين دولت عشان نحل المشكله. انا هحلها معاكم، ولكن انا هسيب لكم برضو اللينك بتوع الموقعين دول موجودين عندنا في الديسكربشن بتوع الفيديو. تمام. دلوقتي احنا المفروض ان احنا نبدا نسطب عندنا الباكج اللي اسمها بريزما كلاينت. تمام. فهاجي هنا كده اجي ابص هنا ان بي ام انستول بريزما كلاينت. تمام. فهاجي اخد البريزما كلاينت ديت كده او الان بي ام انستول بريزما كلاينت، وابدا ان انا اجي هنا كده واقول له اعمل لها انستليشن. تمام. هاجي هنا طبعا ان بي ام انستول بريزما كلاينت، وهاجي هنا ادخل على الباكج دوت جيسون علشان اجي ابص هنا الاقي اصلا عندي من الفيديو اللي فات حاجه اسمها بريزما اصلا معمول لها انستليشن عندي. مستني دلوقتي ان هو يعمل لي انستليشن للبريزما او يعمل لي انستول للبريزما كلاينت. دلوقتي فعلا هو عمل لي حاجه اسمها بريزما كلاينت، يعني خلاص الباكج ديت بقت موجوده عندي. حلو قوي الكلام ده. طيب هاجي هنا بقى واعمل برضو زي ما انا كنت شغال كونست بريزما. تمام. ايكوال نيو، وعايز اخد اوبجكت من حاجه اسمها بريزما كلاينت. هاجي ابص الاقيها جت هنا معايا. تمام. بس طبعا انا بريزما كلاينت ديت انا مش هجيبها من البريزما كلاينت اكستنشنز، لا انا مش هجيبها من هنا، انا هجيبها اصلا من بريزما كلاينت جنريتد او بريزما كلاينت. تمام. مرحله من مراحل اللي احنا اصلا كان المفروض نقولها في الفيديو اللي فات، ولكن طبعا احنا ما قلناش. هي مرحله من مراحل الانتجريشن بتاعه البريزما، واللي هي ايه؟ خلينا ابص اجيبها لكم واحده واحده خالص. احنا فاكرين ان الكود او الكوماند اللي كنا بنعمله اللي هو كان ان بي اكس بريزما. ان بي اكس بريزما الكوماند ده كنا طبعا عملناه في الفيديو اللي فات. الكوماند ده كان بيعمل ايه؟ كان بيجيب لي كل الكوماندز اللي بتستخدم في بريزما ووظيفه كل كوماند فيهم. انا عايز اوصل لكوماند معين فيهم علشان ابدا اقول لكم وظيفه الكوماند ده ايه. تمام. انا طبعا هستنى دلوقتي ان هو يعمل يجيب لي الكوماندز دي. بالفعل هو جابها لي. هلاقي ابص الاقي عندي هنا كده فين اهو. هنا كده عندي جنريت ارتفاكتس بريزما كلاينت. الجنريت ارتفاكتس دي بتاعت البريزما كلاينت بيعملها لي الكود او الكوماند اللي هو بريزما جنريت. فانا لازم اعمل بريزما جنريت عشان يبدا يعمل لي اوريدي اصلا بريزما كلاينت عندي. مش فاهم؟ تعال نجرب ونشوف. هاجي هنا كده واقول له ان انا هعمل كده ان بي اكس بريزما زي ما احنا متعودين لان دي كوماند تبع بريزما. تمام. اقول له هنا كده ان بي اكس بريزما جيني ريت. تمام. واقول له انتر. انا عايز اشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل عندنا. شايفين ايه اللي هيحصل عندنا؟ نتابع كده واحده واحده. هاجي هنا كده واقفل ده. تمام. واستنى عمليه، يعني تابع مع الانستليشن وفي نفس الوقت تابع مع الفولدرز اللي بتحصل هنا كده. شوف ايه الجديد اللي ممكن يتضاف عندي. بدا يحمل هنا اهو. تمام. عمل جنريتد لبريزما كلاينت. هاجي ابص الاقي هنا كده لو فتحت الفولدر ده هاجي ابص الاقي عندي فولدر جديد اسمه جنريتد. الفولدر الجديد اللي اسمه جنريتد ده هاجي الاقي ابص فيه، هاجي ابص كده الاقي جواه بريزما، وهاجي ابص الاقي فولدر جواه اسمه كلاينت. يبقى انا كده عملت عندي البريزما كلاينت اوريدي ضفتها عندي كده. سطبت الباكج وجبت الفولدرات المهمه بتاعتها في البي ال ان بي اكس بريزما جنريت. تمام. دلوقتي المفروض ان انا لما اجي دلوقتي استخدم او لما اجي دلوقتي اعمل امبورت للبريزما كلاينت الاقيها عندي. فهاجي دلوقتي برضو اعمل نفس الكومنت. انا بمشي معاكم واحده واحده. كونست بريزما عشان عايز اخد اوبجكت فيه فاريبل اسمه بريزما، واقول له نيو ان انا عايز اخد اوبجكت او نيو اوبجكت من البريزما كلاينت. وهاجي ابص الاقي فعلا جالي هنا بريزم جنريتد بريزما كلاينت. مش هاخدها من اكستنشن، انا هاخدها من الكلاينت دي. تمام. وكده عمل لها امبورت. تمام. هاجي ابص الاقي دلوقتي هو عمل لها امبورت هنا اهو. خليني بس اقفل ده كده، يعني اقفل الاي اي ده. تمام. ماشي. اقفله ساعه كده. هاجي ابص دلوقتي انا عملت هنا فعلا انستول لي النيو بريزما كلاينت، ولكن اهو عملت له انستليشن وعملت له امبورت. ليه برضو هنا جايب لي ايرور؟ لو رحت وقفت على ده هنا كده
هاجي ابص الاقي هنا expected one argument، يعني هو مستني مني هنا كده argument. طب انا ما اعرفش، انا اوريدي اصلا عملت لها انستليشن، فايه الارجيومنت اللي هو عايزه مني؟ هو بيقول لي دلوقتي ان هو هنا ظهر له ايرور ويل expected one arguments، تمام، but got zero، يعني هو اصلا في زيرو، بس انا مستني منك argument علشان يبدا الايرور ده يختفي. تمام. فطبعا هبدا ان انا احل المشكله دي. احل المشكله دي ازاي؟ دي بقى المشكله اللي انا كنت بكلمكم عنها. الانستليشن بتاع بريزما هو انت بتمشي معاه خطوه بخطوه، ولكن بيظل عندك المشكله دي هتقابلك. تمام، لان المشكله دي اصلا مبهمه، تحسها كده مبهمه، مش واضحه قوي في عمليه الانستليشن. يعني بالفعل انا وانا اصلا بحضر للفيديو ده، لما قابلتني المشكله دي فعلا انا اخدت فيها وقت كتير جدا على حلتها. تمام. ولكن انا دلوقتي هجيب لكم عن زي ما احنا قلنا عندنا الموقعين دولت هيفيدونا جدا في حل المشكله دي. شايفين ده المشكله اللي انا بقول لكم عليها اهو هنا كده. ده الارجيومنت اللي كان ناقص. تمام. طبعا احنا بقى عشان نعمل ده كده احنا هناخد البريزما ونحطها في، يعني هقول لك ليه احنا هناخدها في فولدر جديد. احنا هنا كده عندنا البريزما ديت احنا هنعملها هنا طبعا في root.ts علشان نبدا نستخدمها في الجيت اول بوستس والبوست بتاعت النيو بوست، صح؟ الميثود اللي هي بوست عشان نعمل نيو بوست، صح؟ وهنرجع برضو ان احنا نستخدمها، يعني لو فتحنا هنا كده الاب وفتحنا الاي بي اي هنيجي برضو نستخدمها في الفولدر اللي هو root.ts بس بتاع البوست الواحد اللي هو السنجل بوست. تمام. فهنرجع ان احنا نكررها هنا مره واثنين، لا انا مش عايز اعمل كده، انا عايز احطها في فولدر واحد. تمام. يبدا ان هو واخد منها امبورت على الفايل اللي انا عايز اعمله، يعني مش عايز اكررها كتير، يعني مش عايز كل شويه اخد نيو اوبجكت من البريزما كلاينت، لا انا عايز اخدها مره واحده بس، احطها في فايل لوحدها وابدا اعمل امبورت للبريزما اوبجكت منها. تمام. يبقى انا كده عملت لها امبورت مره واحده بس. فاهمين قصدي؟ خلينا برضو نفهم انا عايز اعمل ايه. انا عايز اشيل دي كده، تمام، بدل ما كل شويه ان انا اكررها في فايل، لا انا هشيلها من هنا خالص. تمام. وهشيل من دي برضو من هنا خالص، وهاجي هنا كده على اليوتلز دي. تمام. وهقول له ان انا عايز اعمل فيها نيو فايل واسميه مثلا بريزما.ts. تمام. البريزما.ts دوت انا هحط فيه اللي احنا الشغل اللي احنا عملناه دلوقتي، اللي هو ايه؟ اللي هو هاجي هنا كده وهقول له ان انا هاجي في هنا ده كده ابدا اخده ده كوبي كده. تمام. وهحطه هنا. تمام. بس انا هاجي هنا في اليوتلز وهعمل فولدر جديد وهسميه مثلا لب، بس علشان يبقى كده اليوتلز البريزما ديت انا مش عايز اخليها في نفس الحاجات بتاعت التايبس، احطها هنا كده في اللب تكون منفصله عنهم. وابدا ان انا هاجي هنا كده واقول له بيست للشغل ده كله. تمام. هاجي ابص الاقي فعلا انا عملت هنا بريزما كلاينت، عملت لها هنا امبورت، وعملت البريزما كلاينت حطيت هنا ده بقى ايه ده الارجيومنت اللي كان ناقصنا اللي هو الادابتور. تمام. والادابتور برضو هنا معمول له ده المتغير اللي اسمه ادابتور ومحطوط فيه البريزما بي جي. طبعا احنا لازم نعمل انستليشن للبريزما بي جي دي لان ده باكج. تمام. بنعملها منين؟ هي اصلا معمولها امبورت من حاجه اسمها ادابتور سلاش او ادابتور داش بي جي. فهناخد ده كده كوبي ونيجي هنا كده نعمل ان بي ام انستول. طبعا احنا عندنا هنا حرف الاي ناقص فهنحطه ونعمل انستول للباكج دي. طبعا هو هنا جاب لي ايرور لان طبعا هي مش بتعمل لها، هي البريزما او الادابتور قصدي داش بي جي هي تبع بريزما. تمام. فطبعا هي مش بتعمل لها انستول بالشكل ده خالص، هي بتعمل لها ان بي ام انستول ات بريزما لان هي خاصه ببريزما. تمام. سلاش ادابتور داش بي جي. تمام كده المفروض ان هي تعمل لها انستليشن. بالفعل دلوقتي عمليه الانستليشن بقت ناجحه وفعلا الايرور اللي هنا كده راح خلاص وما عادش موجود. تمام. هاجي ابص الاقي هنا انا عندي ايرور، الايرور اللي هنا بسيط جدا. احنا بس هنشيل دي كده ونرجع هنا كده ونعمل لها اوتو امبورت علشان طبعا احنا عندنا الاوتو امبورت هيصلح لنا حاجه مهمه جدا وهي علامه الاد ديت اللي بتبقى تجيب لنا الامبورت من الروت بتاعنا. تمام. هاجي ابص الاقي الايرور بتاعنا من هنا كده راح. فزي ما احنا شايفين هنا يا جماعه ده الموقع اللي انا كنت بقول لكم عليه اهو. تمام. هو في الجزئيه ديت كده احنا طبعا لازم ناخدها كوبي ونحطها ونضيفها على الشغل بتاعنا. فانا اوريدي عملت هنا كده بالظبط نفس الكلام بس ضفت معانا طبعا الشغل بتاعنا اللي هو الادابتور اللي احنا اصلا عاملين له استنيشن وعملته هنا في النيو بريزما كلاينت واللي هي المفروض دلوقتي ان هي تبدا تشتغل معايا. هاجي هنا طبعا كده واعمل للبريزما ديت كده امبورت احاول ان انا اجيبها. تمام. هاجي ابص الاقي فعلا ظهرت معايا هنا بريزما يوتيلز جت من اليوتيلز اللي بريزما دي. تمام. انا طبعا مش هبدا ان انا استخدمها هنا، انا دلوقتي بقى هبدا ادخل في المرحله المفصليه بتاعت ايه
ان انا دلوقتي هاجي مثلا، خلينا نبدا بالبوست. البوست ديت انا عايز اعمل فيها ايه؟ البوست، ركز على البوست لان البوست ديت مهمه جدا جدا جدا. البوست ديت انا هعمل فيها ايه دلوقتي؟ البوست ديت انا دلوقتي المفروض ان انا عندي اللي انا ببعت نيو بوست، تمام. المفروض دلوقتي ان انا هشيل ده كده خالص، وابدا ان انا اقول له ان انا عندي اصلا النيو بوست بتاعي هو ما فيش فيه الحاجات اللي انا مسحتها دي، لا ده هو فيه دلوقتي حاجات اصلا او موديل انا عامله بايدي. الموديل اللي انا عامله بايدي ده هو فيه حاجات او داتا تانية خالص، او شكل للداتا تانية خالص. ايه هو؟ خلينا نرجع كده نبص على الموديل بتاعنا. لو جيت هنا فتحت البريزما وفتحت السكيما، هاجي ابص الاقي ان البوست بتاعي محتاج مني حاجه اسمها تايتل، محتاج مني حاجه اسمها كونتنت، تمام. فالمفروض دلوقتي ان انا ابدا ابعت له التايتل والكونتنت بتاعنا ده، تمام. ابعته ازاي؟ باستخدام البريزما بقى. هنا بيجي دور البريزما فين؟ ان انا ابدا اكلم البريزما استوديو او اكلم السيرفر داتابيز بتاعتي. بعمل ده ازاي؟ باجي هنا كده طبعا بعد علامه اللي يساوي دي، وابدا ان انا اقول له ان انا هشيل طبعا كل الشغل اللي انا شلته ده، واقول له ان انا هاجي اعمل هنا اويت، تمام. بعد الاويت ديت انا بعمل بريزما، وطبعا بعمل لها خلاص امبورت، واقول له اول ما اعمل دوت هنا كده هاجي ابص بقى على عندي الكومنت، واجي الاقي عندي البوست، واجي عندي اليوزر. جابهم منين؟ جابهم من البريزما ستوديو. جابهم منين برضو؟ من المودلز اللي انا عاملها، اللي هي عملت لي اصلا التيبلز الموجوده عندي على البريزما، تمام. فدلوقتي البروجكت ده او قصدي الاوبجكت اللي هو اسمه بريزما ده بدا يكلم معايا السيرفر داتابيز، صح. دلوقتي انا هاجي هنا اقول له بريزما دوت بوست دوت ايه بقى؟ انا عايز اعمل دلوقتي، عايز ابعت داتا، فاقول له ان انا عايز اعمل كرييت. الكرييت ديت هفتح كده قوس وافتح اوبجكت، واقول له ان في الاوبجكت ده انا عايز ابعت ايه؟ عايز ابعت حاجه اسمها داتا. لازم اكتب كده بالظبط الداتا، ده السنتكس اللي انا بكتبه. الداتا ديت بعمل معاها كده نقطتين، وبعد كده ببدا ان انا افتح قوس تاني، واقول له ان الداتا ديت هيكون جواها بقى الحاجتين اللي انا فعلا عايز ابعتهم، اللي هم ايه؟ اللي هم التايتل. لو جيت برضو هنا بص هتلاقي، بص هنا برضو التايتل موجوده معاك. التايتل ديت انا ببعت فيها ايه؟ ببعت فيها البادي اللي هو اصلا بياخد الداتا من، لو فاكرين، من الدي تي او اللي هي البادي ده، تمام. واقول له ان البادي دوت جواه حاجتين، جواه بادي وجواه تايتل. انا هبدا ابعت في التايتل، هبدا ابعت له التايتل، تمام. وتحت كده هبدا ابعت هنا الكونتنت، تمام، الكونتنت، تمام. وهقول له هنا كده ان انا اعمل كده نقطتين، واقول له ان البادي، تمام، دوت ايه؟ دوت بادي، تمام. البادي دوت بادي. طبعا احنا هنا هقول لك احنا هنا عندنا مشكله، تمام. عندنا هنا مشكلتين. اول مشكله ان هو هنا بيقول لك النيو بوست ديت هي عايزه ايرور، عايزه تايب جديد اصلا، لان بشوف هنا لك هنا ايه. خلينا نقف هنا كده، بيقول لك is missing the following properties from type t post، لان التايب تي بوست ده اصلا تايب قديم اللي هو فيه اليوزر اي دي والاي دي والتايتل. احنا اصلا ما قلناش بنستخدم ده. ايه اللي احنا بنستخدمه؟ اللي احنا بنستخدمه دلوقتي هو الموديل بتاع البوست اللي احنا اصلا عملناه في السكيما، تمام. فانا دلوقتي اصلا التايب ده ما عادش يخصني. وبريزما بقى بتوفر لي حاجه مهمه جدا، اللي انا اصلا ممكن اخد منها الموديل ده واعمل له اساين از ا تايب. يعني ايه برضه؟ يعني انا ممكن اقوم جاي هنا كده اقوم كاتب بوست، تمام، واعمل لها امبورت من الكلاينت، من البريزما كلاينت هنا كده، تمام، هنا كده، تمام. فدلوقتي انا جبت التي بوست ديت، انا خلاص ما عدت الطيب اللي هو التي بوست ده انا ما عدتش محتاجه، بل بالعكس انا كمان عملت اساين لطيب جديد من البريزما كلاينت اللي هو البوست. جاي منين؟ جاي من الموديل او من البريزما سكيما اللي انا عاملها هنا كده، اللي هو ده بالنسبه لي دلوقتي ينفع يشتغل معايا از طيب عادي جدا، تمام. وبعد كده هاجي هنا كده في البوست بوش دي، خلاص انا ما عدتش بشتغل على الاري، خلاص انا دلوقتي الداتا اصلا هتسمى معايا على سيرفر داتابيز، فانا دلوقتي السطر ده ما عدتش محتاجه عندي، فانا اوريدي هشيله، تمام. وهاجي ابص دلوقتي دي بالنسبه لي اول مشكله انا حليتها عندي، تمام، ان انا عملت دلوقتي اساين لطيب جديد من البريزما كلاينت عندي. حتى بص كل حاجه هنا بدات ان هي تظهر معايا. طيب دي اول مشكله حلت. تاني مشكله دلوقتي لو فاكرين ان انا عندي اصلا في التيبلز اللي احنا عاملينها، احنا عندنا هنا في السكيما عندنا حاجه اسمها هنا كده كونتنت، تمام. انما هنا في البادي لو فاكرين في اي كرييت دي تي او لو فتحناها كده، تمام، اللي هو الطيب اللي احنا عاملينه، احنا في الاي كرييت بوست، في الكرييت بوست ديت احنا عندنا البادي تايتل وبادي. لا احنا دلوقتي بقى عندنا ايه؟ تايتل وكونتنت. فانا لازم اغير البادي دي كده واخليها كونتنت، تمام، علشان تبقى زيها بالظبط زي الداتابيز اللي احنا عاملينها، التيبلز اللي موجوده في الداتابيز اللي احنا عاملينها. هاجي ارجع هنا تاني واقول له انا خلاص ده بقى كده تمام. هيجي يجيب لي هنا بقى ايرور، هيقول لي لا انت خلاص بقى غيرتها خليتها ايه؟ كونتنت، تمام. دلوقتي الايرور راح. برضو زي ما غيرتها في الاي كرييت دي تي او انا لازم اغيرها في الفاليديت
في الفاليديشن بتاعنا احنا كان عندنا ان احنا عندنا في الفولدر بتاع او الفايل بتاع الفاليديشن احنا كنا عاملين برضو التايب بتاعتنا مختلف. خلينا برضو ندخل على الفاليديشن سكيما بتاعتنا. احنا كنا عاملينها فين؟ يعني احنا كنا عاملينه، خلينا نبدا نبحث عنه اهو تمام. في validation دوت تي اس هاجي ابص الاقي هنا تايتل وبادي. لا انا عندي هنا البادي ده انا اخليه يبقى كونتنت بالظبط كده تمام. يبقى انا كده خليت تايتل وكونتنت في الفاليديشن بتاعنا. طيب يبقى احنا كده ماشيين زي الفل كده. البوست بالنسبه لنا كده البوست بالنسبه لنا اصلا خلص تمام. المفروض دلوقتي بقى ان انا اعمل ايه؟ المفروض دلوقتي بقى ان انا ابدا اشتغل ان انا اتست على الكلام ده كله تمام. انا دلوقتي عملت ايه؟ خلينا نرجع كده الاول. انا قلت اول حاجه عملتها ان انا سطبت او عملت انستليشن للبريزما كلاينت عندنا تمام. البريزما كلاينت علشان كانت تشتغل كانت بتقابلنا مشكله مهمه جدا في عمليه الانستليشن، وهي الارجيومنت اللي كان بيبقى ناقص في البريزما كلاينت اللي هو كان ايه بعد كده، اللي هو كان الادابتور. رحنا عملنا ادابتور وجبناه من الدوكيومنتس بتاعت البريزما كلاينت وضفناه، وبعد كده عملنا انستليشن للبريزما بي جي او الادابتور بي جي من البريزما تمام. واشتغلنا على الحته دي وسطبناه وحلينا المشكله دي تمام. وبعد كده بقى بدانا ان احنا نحل اللوجيك بتاعنا ونغير فيه، نبدا نبعت الداتا بقى على البريزما بعد ما خلاص جبنا اوبجكت من البريزما وعملنا له امبورت هنا كده بالظبط تمام. وعملنا اللوجيك ده كله. دلوقتي بقى المفروض ان احنا نبدا نتست على الكلام ده كله. نتست عليه ازاي؟ اول حاجه انا هبدا اعمل هنا كده ان بي اكس بريزما ستوديو. افتح بس الاستوديو عندنا كده واشوف ايه الكلام بتاعه. هبدا هنا افتح البريزما ستوديو، وفي تيرمينال تانية هقول له ان انا عايز ارن السيرفر بتاعي خلاص بقى. هاجي هنا كده اقول له ان بي ام رن ديف علشان ابدا ارن السيرفر بتاعي واشوف السيرفر بتاعي يرن هنا، وفي نفس الوقت البريزما ستوديو يرن هنا. البريزما ستوديو خلاص رن هنا اهو هيبدا ان هو يفتح معايا تمام. هاجي ابص هنا التيبلز، عندي الكومنت وعندي البوست، وشايفين في البوست عندي هنا كونتنت اهي تمام، واليوزر عندي هنا الثلاثه بتوعنا. طبعا انا هقف هنا دلوقتي على البوست عشان ابدا اتست عليه تمام. هقفل ده وخلاص انا عندي هنا ده تمام. هبدا ارن السيرفر معايا يشتغل. هبدا ادخل على الاي بي اي دوج اللي هو البرنامج اللي احنا اصلا بنتست عليه. افتحه معايا كده وابدا ان انا ابدا اتست بقى على البوست ميثود ديت واشوف هل فعلا الداتا دلوقتي هتبدا تبعت لي على الداتابيز ولا لا. فطبعا هاجي هنا بقى خلاص انا البرنامج فتح معايا اهو اللي هو الاي بي اي دوج اللي احنا بنتست عليه، وعندي خلاص السيرفر بقى هنا ريدي تمام. فهاجي طبعا هنا على الكرييت نيو بوست تمام، وابدا ان انا هدخله هنا الداتا. هدخلها ازاي؟ تايتل وكونتنت زي ما احنا شايفين هنا كده بالظبط، وابدا ان انا اعمل سند ونقول بسم الله كده ويا رب الموضوع يبقى ماشي معانا تمام. هو دلوقتي بيحمل وبدا ان هو يبعت. هيبقى هنا كومبايلنج اهو على الاي بي اي بوستس تمام. ونبدا نشوف هل هتنجح معانا ولا هيحصل ايه تمام. طبعا هو عمل كومبايل اهو تمام. والمفروض دلوقتي ان هو بعت عمل بوست عندنا فعلا. الموضوع هنا نجح اهو، رجع لي الريسبونس بتاعي وكل حاجه بقت تمام. اتاكد برضو ازاي؟ ارجع بقى اشوف السيرفر بتاعنا او الداتابيز بتاعتنا هل فعلا سمعت عندي ولا لا. خلينا هنا كده نيجي على التيبل اللي هو بوست ونعمل ريفريش من هنا كده ونقول بسم الله. عمل ريفريش بالفعل البوست اتضاف عندنا هنا في الداتابيز بتاعتنا. خلاص كده كل حاجه بقت تمام. التايتل عندنا بوست 1، الكونتنت عندنا this is post number، وهي بالظبط فعلا نفس الداتا اللي احنا بعتناها. عايزين نتاكد تاني، خلينا نغير نعمل دي بوست 2 ونقول له مثلا ان دوت كده بوست 2، ونعمل send. بالفعل هنا هو ضاف لي البوست 2 ده الاي دي والبوست 2 وذيس از نمبر 2. خلينا برضو نعمل ريفريش هنا كده ونشوف سمعت معانا ولا لا. بالفعل هنا سمعت معانا اهوت وكل حاجه زي الفل. بوست 2 وذيس از بوست نمبر 2 وكل حاجه شغاله معانا زي الفل تمام. يبقى احنا كده عملنا البوست ميثود وشغلنا عندنا ورننا السيرفر وشغلنا عندنا وكلمنا الباك اند والداتا بدات تسمع معانا على السيرفر الباك اند. دلوقتي بقى احنا عندنا هنبدا دلوقتي نعمل حاجتين مهمين جدا. اول حاجه احنا هنعمل دلوقتي جيت ميثود. احنا كده هنعمل جيت ميثود دلوقتي عشان نرجع كل البوست عندنا. بس قبل ما نعمل جيت ميثود احنا لازم نهندل ده
نهندل ده. وده حته مهمه جدا لازم تعملها كفرونت اند ديفلوبر، انك لازم تهندل الايرور او الكلام مع السيرفر بتاع الداتابيز. لازم تهندل ده لان ممكن في اي لحظه يحصل مشكله او يحصل اي فيلد كونكشن مع الداتابيز، فلازم تعمل تراي وكاتش على الشغل بتاعك. طبعا انا الشغل بتاعي اهو زي ما انا محدده كده، ابدا ان انا اعمل كنترول اكس واعمل هنا تراي، تمام، واقول له ان في التراي ديت انا عندي طبعا تراي وكاتش، فاكتب بس هنا كده كاتش، والكاتش ديت طبعا بتاخد بين قوسين كده ايرور، واعمل وافتح لها قوس واقفل لها قوس. جوه التراي انا هحط الشغل بتاعي، تمام، زي ما احنا شايفين كده، تمام بالظبط كده، تمام. وفي الكاتش بقى لو حصل اي ايرور، بقى عندنا انا كده كده الشغل بتاعي خلاص احنا عملنا اللوجيك بتاعه وفاهمينه كلنا. طيب لو حصل ايرور هبدا بقى ان انا ارجع له، اعمله هنا كده ريتيرن نيكست، زي ما احنا متعودين ان احنا بنرجع ريسبونس ايرور عندنا نيكست ريسبونس، واقول له ان هنا كده يبقى دوت جيسون وارجع له فيه مسج، تمام. اقول له هنا كده ان احنا عندنا هنا كده مسج، المسج دي هتبقى عبارة عن internal server error، تمام. وطبعا بتكون الستيتس بتاعتها بتكون كام؟ بتكون 500، تمام. ده طبعا المفروض ان هو بيبقى بالشكل ده كده، نحطه بين قوسين كده، تمام، بالشكل ده كده، تمام. 500 ديت معناها طبعا ان احنا عندنا internal server error، يعني لو حصل اي مشكله في الكونكشن مع الداتابيز ده يبدا ان هو يظهر لنا الفيلد او النكست ريسبونس ده او الريسبونس ده اللي هو فيه internal server error. كده احنا عندنا الفيلد او الفيلد كونكشن او اي ايرور ممكن يحصل عندنا في الداتابيز ده، تمام، او في الكونكشن ده. دلوقتي نبدا نعمل الجيت سهله جدا ومش محتاجه شغل كتير. برضو زي ما احنا عملنا نخلي الفانكشن ديت async، تمام، ونيجي هنا كده ونعمل كونست، نيجي هنا نعمل بوستس ايكوال اويت، تمام، بريزما اللي هو الاوبجكت اللي احنا شغالين عليه، بريزما دوت بوست دوت حاجه اسمها ايه بقى؟ حاجه اسمها فايند ميني، موجوده عندنا اهي. فايند ميني ديت هي بترجع لي كل البوستس اللي عندنا، تمام. ديت اصلا ميثود موجوده جوه بريزما بترجع لي كل الداتا اللي عندنا، تمام. والداتا اصلا انا ببعتها هنا. خلينا نروح نتست، تمام. نيجي هنا كده، نيجي على الجيت بوستس داتا ديت، تمام، ونبدا ان احنا هنا كده نقول له سند، ونشوف هل فعلا هيرجع لنا الاثنين بوستس اللي احنا اصلا لسه رافعينهم دلوقتي على الداتابيز ولا لا. عمل هنا كومبايلنج اهو، تمام، نجح الكومبايلد، خلاص عمل كومبايلد، بدا يرجع الداتابيز وفعلا رجع لي هنا البوست الاولاني والبوست الثاني. خد بالك دلوقتي هو بيرجع الداتا اللي موجوده عندي على السيرفر، هو دلوقتي ما عادش له اي علاقه بالبوستس اللي موجوده عندنا في اللوكال داتابيز اللي احنا كنا عاملينها قبل كده. ليه؟ لان انا اصلا برجع له هنا البوستس اهي من البريزما، انا برجع له من البريزما، فدلوقتي هو بيرجعها اصلا من الداتابيز، ما عادش عندنا اي لوكال داتابيز عندي خالص، تمام. انا دلوقتي عملت الجيت ميثود وعملت البوست ميثود للبوستس، فانا دلوقتي برضو عندي حاجه لو فاكرين في الروت دوت تي اس اللي موجوده جوه الفولدر اللي هو الاي دي اللي احنا كنا عاملينه دايناميك، تمام. دي بترجع لي ايه؟ بترجع لي السنجل بوست. خد بالك هنا سنجل بوست اهي، تمام. برضو ديت عايزين ناخد فكرتها. انا برضو هشيل ده كده، انا عندي هنا كونست بوست، بس انا هشيل بقى طبعا الشغل ده كده كله، واقول له لا انا عندي بقى هرجع لك من منين؟ هرجع لك من البريزما. طبعا انا عشان اعمل الاويت فانا لازم اخلي كده اسync ميثود اسync فانكشن، واجي هنا كده اعمل له اويت، تمام، وهقول له هنا كده بريزما دوت، بس طبعا احنا ما عملناش هنا امبورت. فدي الفكره بقى اللي كنت بقول لكم عليها، ان انا بدل ما اعمل كل شويه اوبجكت جديد جوه الفايل بتاع الروت دوت تي اس من البريزما كلاينت، لا انا عندي اوبجكت واحد بس استخدمه اللي هو البريزما، اللي انا اصلا عملت له فولدر جمعت فيه كل حاجه اللي هو جوه الليب، جوه اليوتيلز، جوه الليب حطيت هنا البريزما دوت تي اس. فدلوقتي انا خليت كل البريزما كلاينت جوه الفولدر ده او جوه الفايل ده، وبدات ان انا اخد منه بس البريزما اوبجكت بتاعي، تمام. ما بقتش كل شويه اعمل لها نيو، باخد نيو اوبجكت جديد، باخد اوبجكت جديد، لا انا عندي كل الاوبجكت موجود عندي في بريزما دوت تي اس، وبدات ان انا اخد الاوبجكت بتاعي واستخدمه عندي خالص، عندي في الفايل بتاعتي براحتي خالص. بريزما ديت باخد منها طبعا البوست اهو، تمام. وهنا كده بعمل حاجه اسمها فايند ايه بقى؟ فايند يونيك، الفايند يونيك ديت بقى هي اللي بتخليني اعرف اجيب الاي دي او البوست الخاص بالاي دي ده بس،
تمام، غير الفايند مني. الفايند مني كانت بترجع لي كل الداتا، انما الفايند يونيك هترجع لي البوست اللي انا عايزه. طيب احدد لها ازاي بقى البوست اللي انا عايزه جوه الميثود دي؟ طبعا انا بقفل هنا كده الميثود وابدا احدد لها بقى الحاجات اللي انا عايزها. طيب بحددها ازاي بقى؟ طبعا عامل الكورس بتاع ده، واقوم راح اعمل كورس اللي هو الكيرلي كورس، الكيرلي براكتس دولت، علشان ابدا احدد له فيها. اعمل له كده طبعا هنا كده وير ديت طبعا هي اللي بتبدا تحدد لي بقى فيها الاي دي او البوست اللي انا عايزه بالاي دي ده. تمام، هكتب طبعا هنا كده الاي دي، انا عايز البوست اللي الاي دي بتاعه هو نفس الاي دي اللي جاي من البرامز. تمام، طبعا انا عشان احول البرامز ديت بعمل هنا كده بارس انت اهي. تمام، عشان ابدا اعرف ان انا اجيب الاي دي اللي في البرامز، وديت ميس طبعا معروفه في الجافا سكريبت. واقول له هنا كده برامز دوت اي دي. تمام، ده الاي دي اللي بيجي من البرامز. تمام كده المفروض اهو ده الشغل بتاعي. طبعا هو بس انا عملت له هنا فورمات عشان شكل الكود بس ايه اتغير معاكم، لا هو نفس الكلام كل حاجه، بس انا بس عملت له فورمات. ده الشغل احنا عملنا اويت بريزما دوت بوست، جبنا فايند يونيك، دي ميثود اصلا موجوده في البريزما او بتوفرها بريزما عشان ابدا اجيب الحاجه اللي انا عايزها بالظبط. اللي انا عايز ايه؟ انا عايز ان البوست اللي الاي دي بتاعه هو نفس الاي دي اللي موجود في البريزما البرامز دوت اي دي. تمام، خلينا برضو نرجع نتست على الكلام ده ونشوف فين الجيت سنجل بوست اهي. جيت سنجل بوست اهي، هقول له انا عايز البوست مثلا رقم 1 وهقول له سند. هيبدأ طبعا هنا كده يكلم الداتابيز اهو، بدأ يعمل كومبايل. عمل كومبايل، يا ترى هيرجع الداتا ولا ايه؟ قال لي ان انت عندك هنا كده ايرور. تمام، هو هنا جاب لي ايرور، بس طبعا هو هنا رجع لي الداتا عادي جدا، بس هنا جاب لي ايرور. هنشوف الايرور ده دلوقتي طبعا، ولكن بس خلينا نجرب تاني ان احنا نجيب البوست رقم 2 ونعمل سند. طبعا هو هنا برضو جاب لي نفس الايرور، بس رجع لي برضو الداتا. خلينا بس ايه ان احنا نكاتش على الايرور ده. طبعا احنا متعودين ان احنا لازم زي ما احنا قلنا كده، طبعا احنا هنا في الجيت ديت احنا ما عملناش التراي بتاعتها، ولكن هنعملها دلوقتي. خلينا نرجع هنا كده نعمل التراي على الكلام ده. تمام، فهنيجي هنا كده نشيل ده كله ونقول له كنترول اكس ونعمل هنا كده تراي وكاتش ايرور. تمام، نحط الكود بتاعنا كل الشغل بتاعنا كله هنا فوق كله، اعمل له فورمات، واجي هنا كده في الايرور دي واقول له ان انا هعمل كده ريتيرن، واقول له نفسي هاخد بس كل اللي هنا الكوبي اللي احنا عملناه في هنا كده في الكاتش دي، هاخده هو كده كوبي عشان ما اقعدش بس اكرر نفس الكتابه. تمام، واقول له هنا كده اهو، واقول له هنا كده بيست انترنال سيرفر ايرور، لو حصل اي ايرور رجع لي الشكل ده. تمام، وهبدا برضو ان انا اجي هنا كده على الجيت ديت واعمل لها برضو تراي وكاتش. هاخد ده كده كنترول اكس تراي هنا كده واحط كنترول في. تمام، واجي هنا طبعا في الكاتش دي جواها الايرور. تمام، واخد هنا كده ده كده كوبي. تمام، واحطه هنا كده بيست. يبقى كده انا هندلت عندي التراي والكاتش بتاع كل الكلام ده. تمام، خلاص انا كده البوست ديت ما بقتش محتاجها، لان خلاص انا عندي زي ما قلت انا جايب التايب بتاعي من البريزما كلاينت. تمام، زي ما احنا شفنا دلوقتي كل حاجه شغاله معانا زي الفل، وبقينا ان احنا نكلم البريزما ستوديو، وبدانا ان احنا نكلم الداتابيز سيرفر بتاعنا. ما بقناش ان احنا محتاجين اي حاجه من اللوكال داتابيز بتاعتنا، لا احنا دلوقتي بقى عندنا سيرفر داتابيز او باك اند داتابيز عندنا موجوده، وبدانا نكلم الباك اند والداتا عندنا بقت بتروح وبترجع بشكل عادي جدا. احنا طبعا عملنا في الفيديو ده البوست وعملنا الجيت. ان شاء الله بقى في الفيديوهات اللي بعد كده هنبدا نعمل البوت وهنعمل الديليت اللي هي الابديت والديليت، ونبدا نهندل كل حاجه سوا. المهم النهارده كنا ان احنا ازاي نعرف ان احنا نسطب البريزما كلاينت، نعمل له انستليشن، ايه المشاكل اللي بتقابلنا في عمليه الانستليشن، وفي نفس الوقت نعمل اللوجيك بتاعنا، نبدا نغير بقى كل الشغل بتاعنا بدل ما كان بيكلم لوكال داتابيز عندنا اصلا اللي هي اصلا مش لداتابيز، هي اري مستخدمه عندنا جوه البروجكت بتاعنا. لا احنا غيرنا مفهوم الشغل ده خالص، وبدانا ان احنا نكلم الباك اند، وهو ده الشغل الفعلي اللي بيحصل عندنا على ارض الواقع. تمام، وهنا كانت النقله الحرفيه اللي احنا عملناها في البروجكت بتاعنا. واشكركم جدا لو انت مكمل الفيديو لحد دلوقتي. اتمنى تكون المعلومات اللي اتشرحت النهارده تكون بسيطه وسهله عليكم. بس كده ده كان فيديو النهارده. انا وليد، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.